نحن الآن تحديدا في قضاء راوة وعلى مجرى نهر الفرات، حيث أن ملامح الجفاف بدأت تظهر بشكل مخيف في المدن التي يمر منها النهر، فيما تبقى مخاوف من أزمة الجفاف متوقعة في بلاد الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم. مناشدة إلى السيد دولة رئيس الوزراء وإلى السيد رئيس الموارد المائية على انخفاض منسوب المياه في الأنبار، وتحديدا في المناطق الغربية. منسوب المياه يعتبر العامل الأساسي في بناء وإنشاء الأراضي الزراعية، ويعتبر كفاعل أساسي للحياة. ونطالب من الحكومة المركزية ونطالب من دولة رئيس الوزراء بالنظر إلى هذا المشروع وهذا العمل، لأنه لا حياة بلا ماء. وشكرا. ناشطون محليون يطالبون الجهات المختصة بالنظر بموضوع انخفاض منسوب نهر الفرات والعمل بجد لوضع حلول لهذه الأزمة. والله يا أخوي هذا مو شط، هذا جدول. هذا نهر الفرات يصير هيك، باع نهر الفرات من الخضار للخضار كان عرض نهر الفرات. هسه جدول، زراعة وقفت، صناعة وقفت، الفلاح تدمر. يعني وين الجهات المسؤولة؟ الجهات المسؤولة وين اللي تتجه على هذا النهر العملاق، هذا النهر اللي عايشة عليه آلاف المدن الزراعية تزرع على نهر الفرات. هسه عين يبقى هذا الجدول؟ ليش ما يعني الجهات المسؤولة وين الجهات المسؤولة اللي تطالب بنهر الفرات؟ يعني دمرت العالم. يعني حتى المشاريع هسه مال المي يوميا ناقلين المشروع من مكان لمكان يطولوه حتى يوصلوا المي للاهالي. اذا متى نبقى هالشكل؟ اذا متى نبقى هالشكل؟ نريد المسؤولين يلتفتون على هذا النهر اللي قام يحزن يبكي حتى الحجر، انه يتجهون عليه ويشوفوا له حل. والسلام عليكم. بعد سيناريو داعش يبدو أنه قد بدأ سيناريو جديد، وهو بعنوان حرب المياه.